انا جلست مع راسي هاد اليومين هادو وفكرت في كاع داك الشيء اللي طرا من النهار اللي خرجت من المغرب ورجعت السين تا اللور، وعرفت الاغلاط ديالي وكنعترف بزاف ديال الاخطاء درتهم. اولهم غلطت في حق ديك السيده اللي كانت مراتي، حيتاش ما كانش عمري كان خاصني نهضر عليها من النهار اللي طلقنا. كان خاصني نخليها تعيش حياتها ونعيش انا حياتي. دونك انا من هذا المنبر كنبغي نطلب منك السماحه اون فوا بوغ توت دو مانيير ديفينيتيف، وبغي نطلب منك السماحه على جميع الهضره اللي قلتها واي حاجه درتها اللي ضراتك وكانت من عندي انا. من نهار طلقنا الى يومنا هذا انا كنعتذر لك وكنطلب منك السماحه، وكنطلب السماحه من المراه المغربيه اون جينيرال، وكاع داك الهضور اللي كنت كنقول ديال القهويات المغربيات كدا، حيتاش فريمون ملي جلست مع راسي وفكرت مزيان وبقيت كنقول راسي اش كنت كنقول وشنو كدير عمر. المراه المغربيه فيها الوالده ديالي الله يرحمها، فيها اختي واخا ما عنديش، فيها نتوما، فيها العائله. دونك بلو جامي ما عمري غنعاود انني نهضر على المراه المغربيه بالخايب ولا نهضر على الناس اون جينيرال بالخايب. وكنطلب السماحه حتى من وجاده، حيت وجاده معروفين بالرجوله ومعروفين بالشهامه وفهمتي وما كيرضاوش ونفسهم حاره ايتترا. وداك الشيء اللي كان وقع اللي هضرت فيه على وجاده شحال هادي انا ندمت عليه. انا نادم على اي كلمه خايبه خرجت من هذا الفم هذا في حق اي مغربي ولا اي مغربيه دو مانيير جينيرال. راه خصكم تفهموني انني انا من طلقت راه عقلي تخربق، وليت مينتلي انستابل، كندير شي حوايج اللي لا علاقه لهم بالشخصيه ديالي ولا بالقلب ديالي كيفاش كنفكر ولا انا كيفاش كنشوف الناس. بزاف الناس كيولاو كيشوفوني خايب. وخصكم تفهموا واحد الحاجه اخرى، ان حتى الضغط كل نهار ديال السوشيال ميديا راه صعيب. راه ملي كتكون عندك بزاف د المتابعين وكلشي كيهضر عليك وكلشي راه ما يمكنلكمش تصوروا واحد الكميه ديال الخبط وديال الميساجات اللي كتوصل كل نهار. ما كنتسوقش، ولكن الناس راه كتامباكتيك دو مانيير انديريكت. وبنادم كيحرض على الفتنه، سمحوا لي، ولكن بصح بنادم كيبغي يتفرج في جوج مضاربين وهو يطراكا اللور باش يضحك، باش بنادم يهز ويهضر في لي باج ويدير البوز ايتترا. انا ما بقيتش باغي الفتنه كاع. انا عارف راسي دابا مشيت في واحد الطريقه اللي ما هياش، ولكن مني لربي على الاقل نطلب السماحه من المغاربه كاملين، بالاخص الطليقه ديالي كنطلب منها السماحه حيت انا بغيت نهبط للمغرب. انا بغيت نهبط للمغرب، بغيت نشوف جداتي، هي الوحيده اللي بقات ليا في الحياه. الوالده الله يرحمها، جدي الله يرحمه حتى هو، الوالد ما عرفوش فينا هو. ما عندي لا خويا، ما عندي لا اختي، بوحدي في هاد البلاد هادي ما كنعرف حتى شي واحد. بجداتي الوحيده اللي باقي عندي معها صله الرحم هي وخالتي اللي كنهضر معاهم كل سيمانه وبالضبط كل جمعه وكنسول فيهم. وانا كنطالب بالطريقه ديالي انها تنازل ليا باش نقدر ندخل بلادي وإلا بغيتي تكون ونتصالح مع انت الناس الخبر كاملين الجديد دير ابوني ويبقى على عندي الجرس مشكل وتابعنا مع على حتى المنصات شي ديالنا في يوتيوب، مغربي انستغرام، فيسبوك، كاع. تويتر.